يسقط حكم العسكر، يسقط حكم العسكر. والشعوب مناصرة ومربى القاهرة، والشعوب مناصرة. حكم العسكر باطل، حكم العسكر باطل، حكم العسكر باطل، باطل 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 باطل. الانقلاب باطل، الانقلاب باطل. تحيي مرسي، شارة النصر ديال الرابعة، شارة النصر ديال الرابعة، كلشي هز شارة النصر. رشاد مسكونة الجماهير بقوة بقوة بقوة، مسكونة الجماهير والانقلاب العسكري. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. بيان المسيرة الوطنية التضامنية مع الشعب المصري يوم الأحد 10 من شوال 1434 هجرية الموافق 18 غشت 2013 بالرباط. أمام ما تعيشه مصر الشقيقة من انقلاب عسكري دموي أطاح بكل القيم الديمقراطية والأعراف السياسية، وأمام الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قتل المعتصمين السلميين بعد حصارهم دون تمييز في ذلك بين النساء والأطفال والرجال، وحرق الجرحى وجثث الشهداء، واستعمال البلطجية وعناصر الأمن في حصار واقتحام المساجد والكنائس، رغبة منه في استدراج الشعب المصري إلى أتون حرب طائفية، وفي ظل صمت دولي مفتوح ومباركة الأنظمة الرجعية بالمنطقة وسقوط
نخبة سياسية شكلت غطاء للانقلاب ودعمت جرائمه وباركت الحملة الإعلامية المسعورة والمحرضة على القتل والعنصرية وزرع الحقد والكراهية بين أبناء الوطن الواحد بشكل أثار كل الهيئات الحقوقية الدولية. وفي ظل استمرار المظاهرات والاغتيالات والاعتقالات واحتجاج الشعب المصري الرافض للانقلاب والداعي للشرعية والمضحي في سبيل حريته وكرامته، خرج الشعب المغربي في مسيرة وطنية يومه الأحد 10 من شوال 1434 18 غشت 2013 دعما للشعب المصري البطل يحيي صموده ويبارك نضاله، يحيي صموده ويبارك نضاله، ويعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي: أولا، إدانة الانقلاب العسكري الدموي، إدانة الانقلاب العسكري الدموي على الشرعية الديمقراطية ومكتسبات ثورة 25 يناير 2011 وعودة العمل بقانون الطوارئ المشروع في مصر. ثانيا، إدانة المجازر الوحشية التي يرتكبها النظام الانقلابي بحق الشعب المصري في تظاهراته السلمية في ميادين القاهرة والمحافظات المصرية المختلفة. إدانة الأنظمة الداعمة الوحشية الشريكة في الانقلاب وجرائمه، والتنديد بالصمت الدولي المخزي والتخاذل الأممي عن وقف العدوان الهمجي على الشعب المصري الأعزل. وأخيرا، مطالبة الدولة المغربية بعدم الاعتراف بالنظام الانقلابي وطرد سفير الانقلابيين. عدم الاعتراف بالنظام الانقلابي وطرد سفير الانقلابيين والسحب الفوري للسفير المغربي من القاهرة. يريد سحب السفير، الشعب يريد سحب السفير. أخيرا، والشعب المغربي إذ يقف مع الشعب المصري الشقيق في ثورته المجيدة ضد الانقلاب الدموي وعودة النظام البائد، فإنه يعبر عن أحر تعازيه ومواساته لأسر وأهالي الشهداء، ويسأل الله العلي القدير الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، ويدعو الله أن يعجل بإطلاق سراح المعتقلين عن المسيرة الوطنية للشعب المغربي 18 من غشت. والسلام عليكم ورحمة الله.